يخلص، يا رب انا عايز الضيق اللي انا فيه ده يخلص، يا رب انا عايز قله الرزق دي تخلص. هيفاجئك مفاجاه انت ما تتوقعهاش. فخلي بالك اي حاجه انت فيها او اي ابتلاء فده اختبار من ربنا قوي جدا. لازم تبقى انت قده، ولازم تستحمل على قد ما تقدر. وخليك عارف وعندك يقين في ربنا كبير جدا. انت اللي عندك يقين في ربنا مهما كان انت مريت بظروف ايه، خليك عندك يقين في ربنا مهما كان الحالة سيئة، مهما كان الرزق ضيق، مهما كان النفسية مش احسن حاجة، مهما كان مفيش راحة بال. خلي عندك يقين في ربنا، والاهم من كده ان انت تبقى قريب منه، قريب منه وعندك يقين بيه. الحاجتين دول لو اجتمعوا فيك ومع سعيك، صدقني مهما كان انت بتمر بايه انت مش هيفرق معاك. هيبقى عندك يقين في ربنا ان ربنا هيفرج مهما كان الوقت اتاخر، ومهما كان ما لسه الدنيا ما جاتش زي ما انت عايز وما جاتش في ميعادها و... وحاسس ان طب يا رب انا عامل حاجه غلط، طب انا عليا ذنب، طب انا اللي بيحصل ده بسبب حاجه. ممكن ورد يبقى بسبب حاجه، بس صدقني خليك عندك يقين في رحمه ربنا، واستغفر. حتى لو انت حاسس ان انت في حاجه هي اللي معطله لك الدنيا ديت انت بتعملها او عاملها، استغفر ربنا وخلي عندك يقين في رحمته ومغفرته، وان هو ان شاء الله هيفرجها عليك. بس انت الحته اللي هو زي ما تقولوا ايه، عنق الزجاجه كده اللي في الهم بتاعك او في الكرب بتاعك ايا كان نوعه ايه، صدقني مع يقين ربنا وثقتك بيه وايمانك بيه ودعواتك تمام لاخر نفس، صدقني هتتفاجئ في الاخر ب... برضا وبنتيجه انت عمرك ما هتتخيلها. هتسجد لربنا وتدمع شكر تمام على اللي انت كنت بتتمنى منه، وهو فاجئك بحاجه اكبر بكتير من اللي انت بتتمناها، وده اهم حاجه. مش هبقى قاعد ونفسي ان انا اغير شغلي ونفسي اغير حياتي ونفسي مش عارف ايه، وانا قاعد يعني بمعنى اصح انا متواكل مش متوكل. في فرق ما بين متوكل وفي فرق ما بين متواكل. متواكل انا قاعد كده ويا رب، يا رب عايزه مش عارف ابقى ايه، يا رب مش عارف ابقى ايه، وانا مش بحاول حتى ما بدورش على طريقه تقربني من الموضوع دوت. على الاقل امشي فيه، اقول لربنا ان انا بدعي، بس في نفس الوقت انا بسعى وبحاول، وانت بقى اللي عليك النتائج. خلاص دي حاجه مش بايدي انا ما عليا الا السعي في الدنيا وباخد بالاسباب، وده اهم حاجه. انا دلوقتي راجل مثلا عايز اغير شغلي، والله مش عاجبني الحال،